بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد هذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم القادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين وبقوا وتولوا تولا بمكان توبا حلت الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 11 و300 وألف من هجرة من لم يسكن المدون في مسكن ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه قلبي له في تعب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي دأبا في الجلوس بلا علم ولا عمل والنفس غرار ولسعادتنا وهو القرار يلوم وفي قرار وفي كبل بإذن ربي والمبوس مبرار ألاق جسمي أما القلب يطلب من المناقب تسبيح وإسرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار غفار يغفر ذنوبي وابكك الكبليد بمن علي لتركي ثوره بمن يقاتبني في ثور روضتي بعيدان من قول من بالعرف أمار ذر من تحب وإن شتت بك الدار وعلى من دونه سهل وأوهام لا يمنعنك بعد من زيارتي إن المحب لمن يهواه سوار إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما خاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا مالكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاي حيث ما زاد تقاربوا شمس تخاربها في سوي أغمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بر حواليه آبار وأنهار للبدر نور عظيم يستنار به لكن إذا لم يكن لشمس إزار للخسب طول لدى حين له نزلت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء تاب مشربه لكنه من خليج البحر أقدار
الطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجار الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليدي أوله جار وهو الذي نعم جسمي عن زيارتي لكن لساني له كالقلب زوار لو علي لوجه الله دين سنة مستحسن كل عام يوم يختار وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل الأشجار وأشعار ولم يجي من ذوي الإبلاغ والبلغاء بالسجع والشعر مما أعظم يختار وكلهم سيره نور وأسرار فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس من عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار رسول الله قرار إلا يديه لا سعي تلازم بذل وبأس لمن لانوا ومن جانوا له من الحلم ما لم يروي بشر أو جن أو ملك وصدر مسحار له لدى الله سر لا يطالع بالكد والحلم رهبان وأخبار فالغيث من سرب جود البر ذو خجل وليس غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يهوي جبل لاغ الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستدعى به مهند من سيوف الله بطار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار سلام عليه في الجار قدمه مسلما بالقضاء ويدار ولا لمن بإزاز ألو شرفا لأنهم للورى سادات أخيار وسبي الغر من أخرانهم سبقوا إذ بعدهم هاجروا والبعض أنصار لهم لدى الله تخصيص بما سفروا هم النجوم لقوم في الدجى ساروا لهم لدى الله تنبيل شفاعل إذا يرى الكل أدناس وأقدار بالنصر للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلن كفار والصف والحلم دابا للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء صديق مع عمر عثمان وعلي نعم الأبرار عليهم رضوان الإله كما قد استناروا في نور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يسب اليوم عني ذنب والآر سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يروم انخفاضي دار أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخاربني بسوء قرار
سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالقدر قدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد اليوم أخيار سألت ربي صلاة منه دائمة أني له مع قوم الآل ساروا سألت ربي صلاة منه دائمة أني له مع من في حبي عاروا سألت ربي صلاة قد تطهرني منه إليه لها نور وأسرار سألت ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا كورا مثل من خاروا أمام بكر صديق سيدنا فللجميع من الخلق خيران وبان الإسلام كالمختار وحدهما ببيت نحو محل فيه الأنصار إذا أخرجوا بتكسيب وبعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم حول مرصدي والكل منهم بسوء فيه أمار وخابروا بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو سبار ووجهوا له فهاجروا على إبيابي فوق تلف وهو كذاب سابوا سلامة سرا كي يجري أبي وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يؤتى من الأجر ثم ترف قرار وعاهد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن لذنب خفار وحين أبصره صديق زارين وتحته سيسم بالشر فرار وليس عندهما خير الحديث له قال المكرم لا تحزن لمن جاروا فسال يدعى بساد اثنين حينهما أخفاهما النسج والورقاء والغار وفي فدائله آي مفصلة قد أنزلت وأحاديث وأخبار باس النبي بأموال وأنكاه بنتا ولم يعده شك وإنكار لم يزل بالقبر لم يزل إلى سلم والوالدان مع الأولاد أولاد أمام أصل الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديار وهو المتم ذوي الإسلام يوم هدى وهو المتم ذوي الإسلام يوم هدى وهو المتم ذوي الإسلام يوم هدى بمن به كان للإسلام إسلام والله بلغ بالباروق سيدنا الحق من بادر أبدل فجار ويوم علم جبريل الأمين وعلى بإذن من هو فوق كل قهار معلما الإسلام فداه من البشرى لأهل السماء والكل يختار به تمسس الدين الله متبعا له فدائل أنها كلت أفكار قد أدب الناس درا بالهدى وهدوا بهدي وبإذن منه الأنصار
وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع قمر فالفضل مسعى ومن كراماته باس الكتاب إلى نيل توقف ثم الماء مدران أمن وأبانا يفعل سيدنا فعله في بيت بيزار هذا سعادة والنورين ثم له من الرسول خصوصات وأسرار بعد النبي إلى قدر يروم له رضا من الله إذا تبديل كبار هذا ابنتيه ورضوانا ومغفرة إذا النقد إجهار وإزرار وفيه قال النبي عثمان يشفع فيه 70,000 وكل أعطاه النار وهو الذي منه تستحي ملائكة والمصطفى فله قدر بالأقدار ومن كراماته أن سرودا يوما على الدار سلما وهو صبار سلت ملائكة الرحمن يوم خدا عليه وفق الذي أبدت أخبار ومن خوارقه أن سال من دمه على الكتاب ليال فيه إنسان أمنا برسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار له السجاد والإرفان مع شرف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو سبتين ثم له هدى الملا ولخير الخلق الإنسان لو أخر رسول الله منزلة منه كانون من موسى لدن سارون ومن شجاعته أنبات متجئا فوق الفراش وحول الدار مكان عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إدرار مع كون كل عدو بعد يعرس والمصطفى منهم كفت أبصار وأرسل الله جبريل مصاحبه ليدفع عنه ما يبقي من جاروا وحينما خرج المختار واجهه بخبدة من تراب والهدار فدائل الصعب عند الله جل وعلا هنأتيها كلت أقلام وأستار سألته جل بالمختار ثم بهم ألا أزال الذي اختار يا ربي بالمصطفى الماهم معصيتي قد عنهم لتسويف وإسرار فليخرج اليوم من قلبي اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخل معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أهوالا مخباتا مع تلازم ما يخشى به الجار وبالقلب صلاة بسلام على خير الورى بجميع لمن هاروا وأن تسوق صلاة بسلام له هني تشمل قوما سهموا ساروا وأن تجر صلاة بسلام له بها تزايلني في الحين أوزار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلازم قلبي دار أنوار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلازم قلبي منه أسرار وأن يلازمني توحيده أملا وصالحات وآداب وأذكار
وأن نكون بعدي موفيا أبدا بلا التفات إلى ما فيه أخيار وأن نكون على الأعداء مغتليا حتى لينقاد أسرار وأخيار وأن نكون سعيدا حامدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا رب صل على المختار والنبي عنهم رداء له خوض وتكرار وهب لي الدار بالمختار ثم بهم الله خالد ما للدر جرار وهب لي الدار بالمختار ثم بهم الله خالد ما للدر جرار